السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سالي's كيتشن. النهاردة هنعمل القراقيش أو المنين وإزاي هيطلع بالشكل الهايل ده وذهبي ومورق من جوه وكمان هش وخفيف. تعالوا إزاي نشوف الوصفة ونشوف المكونات. وقبل ما أبدأ مكوناتي ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تعالوا معايا على الطريقة ونشوف العظمة دي هتتعمل ازاي. اي بولة فاضية كبيرة عندك تقدري تعجني فيها او تعملي المخبوز ده. هنبدأ ان احنا نحط فيها المنخل بتاعنا، اي نوع من المنخل مفيش مشكلة. هنبدأ نفضي فيها حوالي كيلو من الدقيق على مراحل، وطبعا تقدري تعملي نص الكمية لو قسمنا المكونات. وبعد كده 4 معالق كبار سمسم محمص و3 معالق كبار من النشا، معلقة كبيرة من اللبن البودر أو كيس لبن بودر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة من ريحة الكحك، وكمان باكت خميرة فورية أو معلقة وربع. هنبدأ نقلب المكونات الجافة، وقبل ما انسى ما تنسوش تحطوا حوالي ربع معلقة كده من الملح. لو ملح عادي هيكون نص معلقة، ولكن الملح المستخدم معايا كان كوكس فاستخدمت ربع معلقة. وهنا بقى 300 جرام من السمنة البلدي أو الزبدة المذابة، وضفت عليهم 200 جرام من الزيت يعني مج شاي. وهنا نسبة الزبدة أو السمنة أعلى شوية من الزيت لأنه عايزاها تكون شوية دايبة، ولكن لو حابة تكون إن هي يابسة شوية أو ناشفة ممكن تخلي 300 جرام زيت ل 200 جرام من السمنة، وممكن كلها تبقى زيت عادي، ولكن هتدي الطعم الهايل أكتر بتست السمنة العالي. كده خلاص أنا بسيت كل المكونات الدهنية مع المكونات الجافة وبقت عاملة زي الرمل المبلول. وادي بقى كوباية من المية كبيرة، دي معادل كوباية وربع بالمناسبة، وضفت عليهم 3 معالق كبار سكر، قلبتهم كويس جدا. وهبدأ أنزل حبة حبة على حسب نوع الدقيق اللي موجود عندك وامتصاص الدقيق للمية اللي بنحطها. هنقلب كويس جدا وهنعجن العجينة بتاعتنا على خفيف مش عجن كامل، لحد بس ما تبدأ تمسك بالشكل ده عشان بس أقدر إن أنا أشكلها. هي كده خلاص بصمت. تعالوا بقى نغطي العجينة اللي موجودة عندي بكيس علشان ما تنشفش، أيا كان بقى في البرد أو الحر لازم تتغطى. وتعالوا بقى على البورد أو على الترابيزة، نقدر إن احنا ناخد قطعة كده ونحاول نعملها اسطوانية ونرولها على الرخامة أو أي حاجة موجودة عندك تشتغلي عليها لحد ما بتكون بالشكل ده. تقدري بقى تبططيها كده بإيدك وتفرديها، أو تستخدمي النشابة أو المنشبة أو المردنة زي ما انت عايزة. المهم أنا عايزة يكون ده سمكها، وهو ده الشكل المستطيل اللي احنا عايزينه. هنفرد بس الأطراف عشان كلها تكون سمك واحد. وبأي قطاعة بقى، القطاعة بتاعة المخللات أو البطاطس، تقدري ان انت تعملي الشكل الزجزاج أو المشرشر ده، يعني بيكون شكل هايل جدا مع القراميش بتاعتنا أو المقرمشات بتاعتنا دي. حلو قوي زي ما احنا شايفين شكله. وبنرصها بقى في أي صينية أو أي صاج عادي جدا، ما بيكونش مدهون أي مادة دهنية لأنه بزيادة المادة الدهنية اللي جوه العجينة بتاعتي. بنشيل أي زيادات وهنرجع مرة كمان نعجنها ونشكلها. وادي كمان رول هنرولله على البورد، وهنبدأ بقى ان احنا نتبطط كده بايدينا حبة حبة علشان من جوه ما يكونش مفرغ ونقدر ان احنا نرولله. وكمان مرة بالمردنة هنبدأ نفرد العجينة بتاعتي زي ما قلتلكم مستطيل. وده بقى الشكل التاني بالسكينة، ببدأ أساوي كده الأطراف لو حاسين إن في ناحية أكبر من ناحية. طبعا زي ما قلتلكوا الزيادات دي بيتعاد تدويرها تاني. وبعد كده بقطع الأصابع بتاعة القراقيش بالسكينة، يعني مش محتاجة كمان القطاعة. تقدري تفردي العجينة بإيدك وتقطعيها بالسكينة على هيئة أصابع، يعني الموضوع أسهل ما يكون، مش هتشتريها تاني من بره، وكفاية إن هي معمولة في البيت. وفي الخطوة دي هكمل بقى الرص في الصينية أو الصاج. بصوا ازاي سمكها وده شكلها. هسيبها بقى تختمر شوية، يعني من ربع ساعة لنص ساعة علشان ترتاح جدا وكمان تعلى. هو ده شكلها. هنحطها بقى في نص الفرن بالظبط، هتاخد تقريبا من ربع ساعة لتلت ساعة على درجة حرارة 200. وأول ما تبقى لونها ذهبي وتابعيها علشان طبعا كل فرن مختلف عن التاني.
هيكون ده شكلها في النهاية. ازاي طالعة ذهبية كده مستوية ومن جوه ومن بره، رائعة. انا عايزة اوريكم الطبقات، احاول ان انا اجيبها لكم كويس علشان تشوفوها. بجد خفيفة جدا جدا جدا، واو حلوة قوي، مع كوباية شاي بلبن الصبح، مع كوباية لبن بالليل، بالظبط كده، في الفطار او في العشاء او سناكس وسط النهار. حاجة بجد هترجعنا لأيام زمان، مقرمشة ومسمسمة وذهبية ومورقة من جوه، حاجة كده جمدان، بجد رائعة. أتمنى يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم، ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي بس أقدر أقول لكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سيدي's كيتشن. باي باي.